وكرار عامر، وهذه كرة تمرر من محمد حميد إلى أنور طرقات الذي يلعب كرة باتجاه أحمد حسن مكنزي، وهنا التدخل وقطع الكرة في لقطة من روى يوسف الواضح أمامكم. هذا روى الذي يشترك في هذه المواجهة أساسيا بالنسبة للخيارات فريق نوروز. رضا عبد العزيز في المرمى، محمد دلاور، ميريسيتش، يوشوا تقي فلاح في خط الدفاع، يضاف إليهم عباس بديع، محمد رضا جليل، عيسى في الوسط مع روى وكلاوديو مارادونا وعلي خليل في الخط الأمامي. في الجانب المقابل هنالك أيضا في القرمة محمد حميد في المرمى، رفقة هلا ومكنزي على الأطراف، طرقات وكرار عامر في قلبي الدفاع، وعلي محسن مع سجاد جاسم ويوسف أمارو في الوسط، عبد الإله غازي، أموري فيصل، وتياغو دي ليونكو البرازيلي. رمية جانبية في هذه اللحظات وعباس بديع على التنفيذ، يلعب كرة في منطقة الجزاء في انتظار ضربة أولى لكن إبعاد حاضر، وهذه الكرة التي تلعب إلى الأمام عائدة إلى الخلف في هذه اللحظات. يوشوا في الخلف يحاول عليها النيجيري الذي ينقل كرة عالية في الأمام، يقط من علي خليل، وهنا المحاولة حاضرة في هذا المكان، علي وكرار عامر لكن تترك لتغادر إلى خارج أرضية الملعب. التدخل الأخير الذي كان ما بين علي خليل الحاضر على مستوى الجهة اليسرى في اللقطة الماضية مع كرار عامر الذي لاحظون التدخل الذي كان من علي خليل، وكرار يسقط في هذا الدفع الذي كان على كرار من خلال تدخل علي خليل. لاحظون الدفع الحاضر، وحكم المباراة هنا ترك الكرة تغادر أرضية الملعب. سلامات لكرار عامر، يتأمل النهوض من كرار والعودة مرة أخرى لاستكمال المباراة. هذا مهند مناف يطمئن على كرار، مباراة لا نريدها أن تتوقف منذ البداية. هذا صاحب الستين سنة المدرب الإسباني سيد أنطونيو كازورلا يظهر أمامك عزيز المتابع، مدرب نادي القرمة الذي بدأت بصماته واضحة على الفريق، فريق من الغرب يلعب في الشمال. هكذا هي الأحوال في العراق الحبيب. وهنا محمد حميد فرحان حارس المرمى، وميريتشيتش الحاضر أمامك في هذه اللحظات. نقلة وكرة تلعب إلى صالح فريق نادي القرمة، لكن كرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات لتغادر من جانب نيجيري أحمد عيسى، أبعدها إلى رمية جانبية. هذا عيسى الذي كان موجودا في الموسم الماضي مع القوة الجوية. هنا رأسية حاضرة في نفس التوقيت من هذه المباراة. الشرطة بطل الأربع نسخ السابقة يضيف فريق نفط ميسان في بغداد، ومن المؤمل أيضا أن نشاهد مباراة كبيرة منتظرة ما بين الفريقين، بينما كرة الآن لصالح القرمة بعد رحيل علوان. هل عبد الإله هو الحل؟ هذه كرة تلعب عالية ولكن تدخل وإبعاد ومحاولة لم تصل إلى يوسف في اللقطة الماضية. أنور طرقات، تدخل ممتاز من المغربي، محطة جديدة في دوري نجوم العراق لطرقات الذي كان مميزا مع الزوراء. أموري فيصل في نقلة إلى أحمد حسن مكنزي، يتقدم فيها مكنزي، يحاول ومخالفة ضربة حرة مباشرة لدلاوار. انهض يا دلاوار من أجل مباراة ممتعة، من أجل مباراة يستمتع بها الجميع. عليك النهوض يا محمد لنشاهد ونستمتع بهذه المباراة، ونكون قد أطربتنا الأقدام في هذا اليوم بأهداف رائعة وجميلة منتظرة من الأسماء الحاضرة من الفريقين في أرضية الملعب. وهنا التدخل الذي كان على محمد دلاور في اللقطة الماضية، ضربة حرة مباشرة يعطيها حكم المباراة في هذه اللحظات. وهنا التنفيذ الحاضر من ميريتشيتش الصربي، يلعبها عالية في الأمام، استلام بالصدر، كرة تقطع من جانب أموري فيصل، تهدئة اللعب، وفضل الزميل الأقرب ألا وهو مكنزي، فقد الكرة، ضغط رهيب من الجماهير. وهذه كرة تلعب الآن إلى محمد رضا جليل، يتقدم ويسدد، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا محمد رضا جليل الذي لعب الكرة الأخيرة، صاحب بصمة في مرمى القاسم في الجولة الماضية القبل الماضية، ومباراة 3-0. لاحظ التقدم، المرور والاختراق والتسديدة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هل اصطدمت بالأربعة في الخط الدفاعي للقرمة كرار عامر؟ نعم، اصطدمت وغيرت مسارها وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، لكن حكم المباراة يبدو أنه أشار إلى وجود ضربة مرمى في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية. وهنا رمية جانبية. هذا أمامك تقي فلاح، موسم جديد مع الفريق الأحمر والأسود كما ذكرنا، وعينك في المباراة. اترك الجميع وانظر إلى العشرة في فريق نوروز. غوريلا في أرضية الملعب، إن اخترق
إن دخل إن جرى بالكرة فإن عليك مراقبة رعب يتقدم باتجاه دفاعاتك. وهذه كرة تلعب في الخلف، طرخات يمرر مع كرار عامر، ثنائية رائعة في الخلف، وهذه كرة تلعب في الاتجاه البعيد. هلو يتقدم وسجاد يشارك الكرة، المحاولة قائمة الآن. هذا المدرب الإسباني ما يحسب إليه الجرأة الهجومية، يستفيد من العناصر الموجودة في الفريق، لذلك يلعب على فرض الأسلوب الذي يعتمد عند الإسبان وليس على الخضوع للأساليب للفرق التي يواجهها. هنا محاولة في الخلف عند كرار عامر، الوافد من الطلبة يلعب كرة ومحاولة من جانب كرار إلى هلو يتقدم في الكرة، التمريرة وفيصل يترك الكرة تغادر بذكاء إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد الله غازي فيصل حاضر في هذه المباراة، عبد الله فيصل غازي. كرة تلعب في الخلف تعود إلى الدفاعات، كرار عامر يمرر الكرة إلى طرخات من الخلف، يحاول بناء اللعب أحمد حسن مكنزي حاضر على اليسار في الوسط. هنا كرة، الأصوات تتعالى، نوروز هنا في ملعب نوروز، في هذا الملعب الجميل ومع هذا الحضور الجميل نتمنى أن نشاهد مباراة رائعة، مباراة جميلة. هذه كرة ورأسية، المحاولة حاضرة في كرة تلعب على الطرف، محمد دلاور يلعب كرة ينقلها في الأمام، الكرة واصلة، الرأسية من أنور طرخات، يلعب الكرة مكنزي في نقلة في الخلف، حاضر علي محسن، موجود اللاعب كرار عامر يبحث عن زميل سجاد قريب وعلي قريب، لكن يفضل أن يلعب كرة على اليسار باتجاه مكنزي مع سجاد، يحاولون بمثلث تمريرات الخروج بالكرة، وهذا شيء جميل جدا أن نشاهد سلسلة التمريرات الحاصلة الواضحة بمربعات بمثلثات موجودة في الواقع وليس فقط في التدريبات، وهذا أمر حقيقة يحسب للاعبين، وقبل كل هذا الحسبان يحسب أيضا للمدربين. محاولة تلعب على الجهة اليمنى، هذا هلو يلعب الكرة عالية يبحث عن البرازيلي، تياغو يتقدم ولكن رضا عبد العزيز يتواصل مع الكرة ويصل إليها ويمررها سريعة في الخطوط الدفاعية. بديع يلعب كرة إلى دلاور الممتاز يحاول حماية الخط الخلفي، المدرب السيد ولي كريم في المباراة، لذلك لعب في الثلاثة في الخلف، على الأطراف موجود دلاور، في الطرف العكسي المقابل موجود تقي فلاح. هذه رأسية تلعب، البحث عن علي خليل، لاعب ممتاز، لمسة يد واضحة صريحة، وحكم المباراة أيضا كان صريح جدا في اتخاذ قراره وغير مستعجل، يرى دائما الزاوية التي من الممكن أن يأخذ من خلالها القرار السليم، وأتاك بالسليم. وهنا الرأسية الأولى مع التدخل، وفي الجهة المقابلة عندما وصلت الكرة لعلي خليل تحصل على مخالفة فريق نادي القرمة بعد لمس الكرة ليد اللاعب. سلامات لهالو في هذا التدخل، تدخل قوي كان في اللقطة الماضية. يواصل الحضور القرمة مع مدرب الجديد، وهنا المحاولات من خلال إعادة الفريق لهذا الرجل السيد ولي كريم، مدرب يحضر هنا في موسم جديد بعد 3 مواسم أو موسمين ونصف فيما سبق. الآن الحضور في هذا الموسم خلفا للمدرب السويدي ياسين عراس. بالمناسبة القرمة أقال المدرب أحمد خلف الذي يعمل حاليا مع نادي أمانة بغداد وأتى بكازورلا. سلامات لهذا الرجل، وهذا الإسباني الذي يأتي إلى هنا مدربا حاضرا بعد بابلو غارانديز الذي كان في الموسم الماضي مع السفانة مع الميناء. إسباني جديد في سجلاتنا مع الأندية بعد أن كانت البداية في سجلاتنا مع المنتخبات الوطنية وذكريات خصوص كاساس. هنا الحكم السيد مهند مناف يطمئن على مدافع نادي القرمة هلا فائق في اللقطة التي كان فيها تدخل ما بين المدافع الأيسر لنادي نوروز تقي فلاح. سلامات لهلا، هذا علي محسن يحاول التنفيذ، وهنا رضا عبد العزيز الحارس الوافد من غزلان البادية من النجف، وبدأ الرحلة في الديوانية، سنوات في النجف واليوم في محطة جديدة هنا في شمال الشرق أو في الشمال الشرقي للبلاد، وحضور كبير مع نوروز في هذا اليوم. لا زالت الأعلام ترفرف في المدرجات، حضور جماهيري لكل فئات التشجيع، نسوة وشباب
شابات وأمهات، آباء، أبناء، بنات، الكل حاضر، رجال، شباب. هنا كرة في الخلف ونقلة إلى الأمام، واصلة في الدفاعات التي يتواجد فيها تياغو البرازيلي، يقف على كرة مهاري البرازيلي. علي محسن يحاول يبحث عن زاوية، مر يلعب الكرة إلى أمورو، سريعة باتجاه أموري فيصل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية في هذه اللحظات عند أموري فيصل. وهنا الكرة التي تلعب، وفي هذه اللحظات الحكم يعيد تنفيذ الرمية الجانبية. هنا كرة ومحاولة في هذه اللحظات في الخلف، عملية التمرير حاضرة إلى سجاد، مرة أخرى في الخلف الكرة عند كرار عامر، التمريرة على الجهة اليمنى، يحاولون ينتظرون، وأموري فيصل مع التكنيك الحاضر مع أمره، وكذلك فيصل في الكرة الأخيرة. عبد الإله حاضر في الأمام، وهنا كرة ستمرر وستلعب من سجاد، لكن تعاد إلى الخلف في انتظار الكرات الطويلة، عسى ولعل إيجاد فراغات. ماكنزي مع محمد دلاور يحاول ويبعد كرة، ممتاز في الإبعاد دلاور، يبعد كرة في المناطق البعيدة للخروج من الضغط. هذا ماكنزي مع دلاور من جديد، روح كبيرة لدى فريق نوروز. هذه الجماهير تعطي حافز كبير لفريقها بعد غياب لمباراتين خارج الأرض. اليوم يعود إلى هذه الأرض، يعود إلى هذا الملعب ليضع الفريق بصمته، ليضع الفريق مكانته. هذه كرة ومرور، عبور وتواصل، ولكن قطع وتدخل. بيريتشيتش واصل بالكرة، لكن محمد رضا يخطأ، وعبد الإله يفضل العودة إلى الخلف. لا والله، يقف على الكرة عبد الإله الوافد من سانترال كوست مارينز الأسترالي، الفريق المتواجد في أستراليا، وكان هنالك معهم عبد الله اليوم، أو عبد الإله عفوا. اليوم عبده يأتي هنا في مدينة الرمادي مع القرمة في الأنبار الحبيبة، ويتواجد مع هذا النادي مع صقور الغربية في انتظار تحليق من السليمانية من بين الجبال هنا في أعلى دوكان. هل يحلق صقر الغربية ويذهب إلى مدينته متصدرا؟ هل يذهب إلى هناك وهو يعلم جيدا بقيمة الانتصار في هذا الملعب؟ لذلك التفكير بالصدارة من جهة، والتفكير بإبقاء الصدارة عند الجار إربيل. هكذا هو الحال من نوروز، والتقدم أكثر فأكثر إلى الأمام، مستغلا صعوبة المباراة لفريق نفط ميسان أمام الشرطة. هذه محاولة في الخلف، عملية التقدم، يوشوا أكبوجي في كرة يقدمها إلى الأمام، وطرقات يبعد إلى خارج أرضية. ضغط جماهيري رهيب تعمل جماهير نوروز على فريق القرمة. هذا أنور الطرقات في كرة نقلت من الجهة اليسرى بعرض الملعب، سلامات لغلو، ما تشوف شر. هل يعود ويكمل المباراة؟ لا زال فريق القرمة خاسر عنصر في خارج أرضية الملعب، يلعب ب10 لاعبين. محمد حميد يقود أفضل دفاعات الدوري بالتساوي مع القوة الجوية، 7 أهداف في مرمى حميد حتى الآن. وهذه كرة من الجهة اليمنى، محمد صالح ومحمد حميد حراس القوة الجوية، واحد سابق واحد حالي. وهذه كرة عالية، الله الله الله، ضغط منذ بداية المباراة واضحة في الربع ساعة الأولى. هذه كرة حكم المباراة يقول ركنية أم ضربة مرمى، ماذا هنالك؟ سلامات للاعب نوروز الساقط في هذه الكرة. لاحظوا هنا الكرة العالية والاحتكاك الأخير الذي كان ما بين ميريتشيتش في الكرة الأخيرة ومحمد حميد وأحمد حسن ماكنزي. تدخل من حميد على ميريتشيتش في الكرة الأخيرة، في كرة ستلعب من خلال الركنية، هذه المرة على يسار حارس المرمى. أمامك أوغنين ميريتشيتش في كرة لعبت، بعض يقول ميريتشيتش، وحكم المباراة يتحدث مع الVAR على أن هنالك تدخل على ميريتشيتش من محمد حميد. هل نذهب في قرار جديد من الVAR؟ هل تتدخل تقنية الفيديو في هذه الحالة ويذهب حكم المباراة لرؤية الشاشة للذهاب مع ركلة جزاء قد تكون حاضرة في تدخل من محمد حميد على الميريتشيتش الصربي في الكرة الأخيرة؟ لا زال مهند مناف في حديث، هنالك حديث في تقنية الفيديو.
على أن التدخل الأخير فيه شكوك كبيرة على أنها ركلة جزاء. هل هنالك ركلة جزاء؟ هل يقول لحكم المباراة تعالوا شوف، هل يستدعيه في انتظار استدعاء؟ ماذا هناك؟ هل سيذهب إلى الفار؟ هل سيذهب إلى تقنية الفيديو؟ هنا التدخلات وهنا الحديث. وماذا جرى؟ نطلب الهدوء. ومهند مناف ماذا قرر حتى اشتعلت الأجواء؟ هل في قرار جديد؟ لا زال ليث فرحان يتداول مع محمد صادق. هنا التدخل بالمباشر على ميريتشيتش، ذهب معه حكم المباراة إلى قرار الركنية. نعم، هدي مارادونا، هدي كلاوديو، أمور متوترة في أرضية الملعب، أجواء صعبة، فريق يريد الصدارة وفريق يريد التقدم من القاع في ملعب ما بين جماهيره. وإن خسرنا ذهابا وإيابا في الموسم الماضي، ولكن يجب أن نضع البصمة في هذا الموسم. هذا تقي فلاح. هنا في هذه اللحظات أصوات تتعالى، أجواء رائعة وجميلة جدا في محافظة السليمانية. لذلك يا من تحب وتتابع، الآن إن أتى الهدف سيكون انفجار في المدرج، ونحن كلنا ننتظر. بينما كرة عرضية واصلة وتدخل وإبعاد، الرأسية حاضرة، هنالك إبعاد، مطالبات بلمسة يد، مطالبات بركلة جزاء. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ ماذا حدث في اللقطة الماضية؟ كل هذا متروك عندك يا ليث. الكرة في الخلف، إعادة الكرة عند حارس المرمى. وهنا رضا عبد العزيز يلعب كرة طويلة، التقدم حاضر، أحمد حسن مكنزي وعلي خليل، مخالفة لخليل. اذهب يا سيد الحكم إلى تقنية الفار، خاطبهم، ناديهم، تكلم معهم وقل لهم هل في ركلة جزاء للقرمة أو عفوا لنوروس في آخر لمسة للكرة للاعبي القرمة بعد التسديدة التي كانت حاضرة من علي خليل أو كلاوديو مارادونا. لذلك الكل ينتظر وكلنا ننتظر جوابا من مخرج المباراة. هذه فيها تدخل ومخالفة. لاحظ هنا استلام أنور طرخات، هل في لمسة يد؟ لا أبدا، لا أبدا 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 أبدا. الكرة بعيدة عن شيء اسمه لمسة يد، وحتى وإن صارت على يد طرخات فالأمر لا يذهب إلى قرار يسمى فيه أن هنالك ركلة جزاء أو يقال فيه أن هنالك ركلة جزاء. أعطاهم التعليمات تقي فلاح، يدعو قبل التنفيذ، وسيلعب كرة ساقطة في الستة ياردة. هذه كرة تلعب الآن لكن هي بعيدة، لا في 10 ولا في 6 ولا في 20. هذه كرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، كانت بعيدة حتى عن المرمى. هنا أنطونيو كازورلا الإسباني يتابع، يحاول أن يسيطر على الأمور في أرضية الملعب ويأخذ القراءات. هذه كرة في الخلف، نقلات في الدفاعات، وكرة عالية تلعب إلى الأمام الطويلة، وميريسيتش يتدخل في كرة تلعب إلى محمد رضا جليل، عودة إلى الخلف ونقلة إلى الأمام. علي خليل يضغط على عامر في لقطة تبعد من محمد حميد، يلعب الكرة حميد، الرأسية حاضرة، وهنا الكرة كنترول ولا أروع، استلام من تياغو البرازيلي حاضر، والسيليساو يستلم ويأخذ مخالفة تياغو البرازيلي. هذا دي ليونكو الحاضر في هذا اليوم، 33 سنة، القادم من سيوان OFC الصيني. هنا التدخل الأخير، سلامات لتياغو ولكريم، يعطي التعليمات، والجماهير تعمل أجواء رهيبة جدا في ملعب نوروز، كلهم أمل أن يعود الفريق. كرة فيها تغيير في اتجاه اللاعب لكن خاطئة الآن عند رواء، يلعب كرة طويلة ممتازة علي خليل، لكن سيطر عليها وقرأها قراءة ممتازة. ألو بكرة تعود، ألو لف ودار ويسدد كرة إلى الأمام، لكن كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا ليس إبعاد، هذا تسديد، وكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. تقي فلاح الجهة الأكثر حضور في النزعة الهجومية، الجهة اليسرى، مع أن الفريق يمتلك
سلاح فتاك في الإضافات الهجومية محمد الأور. هنا المحاولة وهذا تقي فلاح على التنفيذ. رمية جانبية 0-0 في اللقاءين الآن، ومحاولة عند فريق نوروز. محمد رضا جليل يتقدم في كرة يحاول إيجاد منفذ لكن إلى خارج أرضية الملعب مصير الكرة الأخيرة. هذا محمد رضا نجم الزوراء والطلبة، قوة الجوية، حاضر في هذه المباراة. كرة عالية الرأسية حاضرة من جانب المدافعين، حضور من كرار عامر في كرة وإبعاد، يتباطؤون في إبعاد الكرة لاعبي فريق نادي القرمة، بينما تياغو دي لورينكو وكرة واصلة في انتظار إرسال كرة طويلة. علي محسن يلعب الكرة في الفراغات، عبد الإله ينطلق والمتابعة من يوشوا اكبوتشي في كرة يتابع فيها عبد الإله. عبد الإله مهاري لكن يفقد الكرة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة إلى خارج أرضية الملعب حاضرة. الرأسية هنا من علي خليل مع كرار عامر في التدخل وإبعاد، بينما كرة هل في راية هل في جول. عبد الإله يتقدم بمهارة، الله الله، الراية رفعت، الراية رفضت مع أنهم يطالبون بركلة جزاء. المساعد رفع الراية وأعلن عن وجود تسلل وسط ذهول من الجميع. كيف ضاعت، كيف لم يسجلها أمورو في اللقطة الماضية، وبالتالي كرة القرمة الأولى ضاعت. لاحظ لاحظ لاحظ، ضاع كل شيء في الكرة مع هذه اللقطة، مع التسلل الصريح الواضح الفاضح الحاضر في اللقطة الأخيرة. وهنا كرة ستلعب ومهند مناف يتأكد. كرة سريعة تلعب الآن في الفراغات. محمد رضا لعلي خليل، علي يحاول وإلى خارج أرضية الملعب يأتي إبعاد هذه الكرة. هنا المحاولة التي تدخل فيها على علي خليل، وكرة لعبت وصلت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية أمامكم، هلو في كرة. صقور الغربية يحاولون القبض على الصدارة في فرصة ذهبية قدمها الكناري للقرمة، بينما كرة تلعب الآن في الوسط. عملية استلام، هذا سجاد لاعب ممتاز ينتظر التقدم. هنا محاولة، ماكنزي موجود والكرة من الجهة اليسرى في انتظار عرضية. لمن هذه الكرة؟ المحاولة واصلة عالية وإلى خارج أرضية الملعب. وهنا الكرة التي تلعب إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. ماكنزي حاضر ورضا عبد العزيز يترقب الكرة الثابتة التي ستلعب على يمناه، وبالتالي هنا الكل يراقب، الكل ينتظر، وأموري على التنفيذ. هذه كرة وهذه محاولة حاضرة الآن لصالح القرمة. الكرة الأولى من أجل عيون الصدارة، تلعب عالية عرضية، الله، ارتقاء من المغربي، والتدخل أتى من رضا عبد العزيز في لقطة كان في هذا الرجل صاحب لقطة البطل وصاحب درع البطولة وصاحب الحرمان الكبير لفريق القرمة من التقدم في المباراة. هذه محاولة وهذه كرة، وهنا الفرصة التي ستلعب وإعادة الكرة في الوسط. ما هذا الذي يجري، ما هذا الذي يحدث في هذه اللحظات؟ أمر جميل جدا، أجواء رائعة رهيبة تصنعها جماهير نوروز هنا في ملعب نوروز. ضاعت كرة الهدف على طرقات وضاعت الفرصة، وفي هذا الحين الشرطة يتقدم بهدف مقابل لا شيء، كاد أن يأتي هدف. لاحظ، والله رايحة للمرمى ورضا تدخل، رياكشن عالي من حارس المرمى، ردة فعل ممتازة، وبالتالي حديث حاضر ما بين المدرب والمساعد على أن هنالك نقاط ضعف في دفاعات فريق نوروز علينا استغلالها. وهذه كرة يوشوا يحاول في كرة إيسا يا قريب، يفتقدون للاعب المحور
الذي يغطي على المدافعين لاعبي فريق نوروز، وكان هنالك عدم مراقبة. كرة خاطئة من عباس بديع، ولكريم هل ينجح في الإطاحة بالوصي في هذه المباراة والانتصار عليه؟ أموري وأمره، تلعب الكرة، عملية استلام إيسايا، محاولة الخروج بالكرة، الفرصة إلى علي، إلى كلاوديو أو كلاوديو وعلي خليل، يقف عليها خليل، واحدة إلى روى، روى يتقدم الآن، عملية الضغط حاضرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هنا المحاولة إلى رمية جانبية، روى حاول أراد الكرة لكن الكرة رفضت روى، تأخرت على روى في لقطة كان من الممكن فيها ضغط كبير. هنا كرر عامر حاضر في الخط الدفاعي ويواجه هنا كرة ستلعب من عباس بديع في هذه اللحظات، أو سينفذ رمية جانبية وليس ركنية. نعم رمية جانبية، بديع على التنفيذ، محاولة إيصال كرة في البوكس، عالية الكرة، واصلة برأسية، مبعدة في الحالة الأولى، أموري في الثانية، عملية التدخل وكرة تقطع الآن، الرأسية هل يرتقي ويرتقي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى في هذه اللحظات. هنا علي خليل وهنا رائع روى يوسف يحاولون دائما وأبدا الوصول، وهذه كرة من دلاور عالية وصلت في منطقة الجزاء، ارتقى علي خليل وكان من الممكن أن يلعب الكرة بشكل أفضل. لاحظ أتت إليه وهو ينتظرها، كان ومن الممكن أن يضعها في المرمى لكن لم يتمكن من وضع الكرة في المرمى في اللقطة الماضية، وبالتالي هناك زورا لا زال يعطي التعليمات في إشارة على انضباط في الخط الدفاعي، مراقبة لعلي خليل. تياغو دي لورينكو يحاول فيها البرازيلي لكن كرة مقطوعة إلى دلاوير. مباراة سريعة، أجمل ما في المباراة أنها سريعة وأن الفريقين يحاولان دائما وأبدا التقدم إلى الأمام. أموري فيصل جواهر في أرضية الملعب حقيقة من الطرفين مع الأسماء الموجودة والعطاء الأكبر للاعبي القرمة ومكان الفريق في مقدمة الترتيب، لكن مباراة جميلة جدا، مباراة جميلة جدا. الشرطة والقوة الجوية ينتظران تعثر لفريق القرمة مع أيضا انتظار للقوة الجوية والطلبة لهذا التعثر. الكرخ بدأ يقترب من المجموعة، فارق نقطة واثنين وثلاثة، كل هذا في الصدارة، بينما كرة تلعب الآن، تلعب وتنقل إلى أين؟ هذه إلى لا أحد، هذه إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي الكرة مباشرة تلعب باتجاه عشوائي دون تحديد اللاعب الذي ستصل إليه، وهي لا تختار أحد وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. الواضح أمامكم هذا أنور طرخات مغربي كان قريب جدا من هز الشباك لكنها كرته رفض مسارها من جانب رضا عبد العزيز. هذا التدخل الأخير الذي كان من مارادونا وعلي خليل حقيقة شكل واحد، طريقة لعب متشابهة. هذه الكرة تصل إلى يوسف أمارو، أحمد حسن مكنزي، تمريرة إلى يوسف يحاول يلعب الكرة إلى عبد الإله لكن تدخل إبعاد خاطئ، وكرة تعود مرة أخرى. لا زال فريق نوروز يحاول، وهنا طرخات يفضل العودة إلى حميد، كان الأقرب كرار وبناء اللعب لكن للأمان أكثر هو اختار حارس المرمى. سريع الكرة من كرار على الطرف، تلعب إلى سجاد، العائد إلى الخلف في هذه اللحظات خاطئة من سجاد، هذا الممرر الشرطاوي السابق الذي كان يتعملق في خط الوسط اليوم على غير أحواله. هذه كرة ليس من عاداتها، وهذا صاحب الهدف الذي كان غاليا جدا في مرمى أمانة بغداد، وبالتالي هنا الكرة فقدها تذهب إلى خارج أرضية الملعب. تقي فلاح مدافع اليسار يلعب الكرة، أحمد في نقلة ودلور في استلام، ضغط من أموري، التغطية الحاضرة يوسف، تياغو، عبد الإله وسجاد وعلي محسن، الكل يتراجع قليلا الابتعاد عن الثلث الأخير عندما تكون الكرة في حيازة فريق نادي نوروز لتجنب الأخطاء وتجنب التأخر بالنتيجة. أكيد كل هذا في الحسبان بعد نصف ساعة من اللعب. يوشوا بيريشيتش في كرة، يلعب الكرة بيري
لمن؟ إلى بديع. بديع على كرة في الطرف إلى محمد دلاوير. مارادونا ينتظر، علي خليل ينتظر باليمنى باليسرى، ما عنده مشكلة دلاوير. هذه كرة إلى علي خليل الذي كان يبحث عن مارادونا في اللقطة الماضية، لكن الكرة ضاعت على كلاوديو، وصلت إلى محمد حميد. محمد حميد حارس ممتاز، حارس يقدم العطاء يوم بعد يوم مع هذا الفريق، مع القرمة، حارس الذي يعتبر من الحراس الكبار في تاريخ كرة القدم العراقية، تواجد مع المنتخبات الوطنية، توج في الدوري، حارس لعب للشرطة، حارس قدم عطاء كبير مع القوة الجوية. وهنا كرة تلعب إلى الأمام، البحث عن عبد الإله، وكرة واصلة إلى سجاد لكن في مكانه، التدخل في مكانه، وبالتالي الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. آخر مرة خرج بها القرمة بشباك نظيفة كانت في مباراة القاسم بال1-0 هنالك في ملعب الرمادي. مباراتين الأخيرتين هدفين في مرمى القرمة، واحد من الموصل وواحد من أمانة بغداد. هذا رضا عبد العزيز مخرج المباراة أخذ في لقطة لأنه يعلم جيدا بأنه سيكون له حضور في هذه الكرة إن كان فيها تأثير على المرمى. أحمد حسن مكنزي يقف على المحاولة والكرة في منطقة الجزاء، ترسل هذه الكرة، أمارو يا يوسف يا يوسف يا يوسف، ماذا تفعل يا أمارو؟ في كرة كانت مؤاتية لأن تكون هدف، بينما هنا الكرة تغيير في اتجاه اللعب، المحاولة على المدى البعيد باتجاه من؟ فيصل على كرة يحاول الحصول على رمية جانبية والراية والتسلل حاضرة. هذا يوسف عمرو، الكرة التي كان فيها تسلل حاضر على عبد الإله فيصل في لقطة أرسلت في المدى البعيد كان فيها تغيير في اتجاه اللعب، سلامات لبديع، احتكاك كان ما بينه وما بين يوسف عمرو في اللقطة. الآن العلاج يعطى، محاولة الاطمئنان على عباس، إذن أيها الأحبة نواصل معكم. تعادل سلبي من دون أهداف، نبحث عن هدف، ومخرج المباراة يعطيكم لقطات للجماهير الحاضرة المستمتعة بهذه المباراة رغم البرد. هنا تفاعل، وهنا دائما وأبدا الكل يؤازر الفريق الأحمر والأسود في هذه المباراة. هل في حضور الجماهير؟ الأم العراقية الحبيبة حاضرة في المدرجات دائما وأبدا. هنا السيد ولي كريم في عودة جديدة بذكريات رائعة وجميلة في هذا البيت، لأول مرة يقود مباريات لنوروز في هذا الملعب. كل المباريات التي يقودها ولي كريم كانت في السليمانية. العام الماضي افتتح هذا الملعب وتقابل الفريقين هنا في هذا الملعب لحساب الجولة السابعة، وأنذاك انتهى اللقاء ب3-1 أكيد للقرمة. هنا محمد رضا، عملية لعب الكرة من الجهة اليسرى، فرصة وعلي خليل لكنها مباشرة وصلت إلى محمد حميد. البحث عن الهدف كان حاضر في اللقطة الماضية. 3-1 في الذهاب، إذن 2-1 في الإياب أو 2-0 في الإياب نتيجة لقاء الموسم الماضي. هنا في لقاء جديد في موسم جديد، التعادل سلبي سيد الموقف. الكعب كرة من مارادونا إلى علي خليل، يبحث عن محمد رضا، إيسايا يلعب الكرة، محمد رضا إلى تقي فلاح، لكن هلو في تدخل رائع في توقيت رائع. يوسف يحاول لف ودار بهذا الدوران، تمكن من المرور. تياغو مع يوسف، يوسف النيجري يتقدم، النيجري يحاول فيها، وهنا كرة تلعب في المدى البعيد، واصل إلى فيصل، يفعلها فيصل، يحاول فيصل، ولكن الفيصل في اللقطة الماضية كان المدافع
الذي تدخل في مرة واثنين وثلاث من جانب تقي فلاح. تدخل رائع وتدخل جميل من تقي. وهنا محاولة لا زالت عند سجاد في الخلف عند طرقات. المغربي يحاول أسد الأطلس مع كرار عامر، نقلة على الطرف الآن عند علي محسن مع تقدم هلو وعبد الإله يفضل العودة إلى مكنزي. كرار هو من يختار الجهة التي يتواجد فيها مكنزي، لا هذا أموري فيصل. أحمد متقدم أساسا في الوسط، بناء اللعب مدافعين بطيئين في القلب حقيقة. هنا محاولة إعادة الكرة في الوسط، تغيير في اتجاه اللاعب سجاد، عملية لعب الكرة طرقات، تقدم من كرار عامر، ينقل الكرة عالية إلى الأمام ورضا عبد العزيز في توقيت رائع. هداف القرمة أحمد حسن مكنزي ب3 أهداف، كان متقدم في اللقطة وفي الكرة الأخيرة يبحث عن هدف. شرطة يضع الثاني الآن في مرمى نفط ميسان. إعادة الكرة في الخلف، تعادل سلبي وكرة طويلة من دون عنوان إلى خارج أرضية الملعب، لا كان ينتظرها محمد حميد. سريعة عند طرقات، المحاولة عند مكنزي، مكنزي العائد إلى الدور الدفاعي في هذه اللحظات، يلعب كرة مع كرار عامر، كرار يحاول، لا زالت المحاولات من الطرفين قائمة، وهذه كرة تلعب مرة أخرى في الخلف، عملية نقل الكرة، محاولة وكرة عالية تلعب في هذه اللحظات. عبد الإله على كرة يحاول فيها عبده، قد يمر قد يصل، ينتظر زميل، يحاول ويمر، يلعب الكرة سريعة في هذه اللحظات، يفتح مجال إلى هلو في انتظار كرة عرضية، يعود إلى سجاد، إلى من؟ سجاد يلعبها عالية في منطقة الجزاء. تياغو كان ينتظر، وهذه كرة طويلة من علي خليل، والتغطية والضغط الآن. أبعد الكرة كرار عامر، وفي هذه اللحظات تدخل حكم المباراة لا يشير إلى شيء. علي محسن يغير في اتجاه اللعب، المحاولة على الجهة اليمنى حاضرة. سجاد، أين يوسف أين عبد الإله؟ حوار وعودة بكامل العدة والعدد للاعبين وروز مع مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة يعطيها مهند مراف. يطلب الهدوء من محمد رضا جليل. لاحظون التدخل الذي كان من يوشوا النيجيري في اللقطة الماضية. وضربة حرة مباشرة أشار إليها حكم المباراة، يعين مكان المخالفة حكم المباراة. إذن ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. ميريسيتش في مراقبات دفاعية، روى في الجدار، وأحمد حسن مكنزي على تنفيذ كرة يحاول من خلالها الوصول إلى مرمى رضا عبد العزيز. الكل ينتظر في ال6 ياردة، مكنزي يلعبها سريعة ومباشرة إلى الخارج، إبعاد من رضا عبد العزيز. حاول مكنزي المباغتة، كرة مرت من الجدار البشري ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هنا الكرة التي وصلت إلى حارس المرمى رضا عبد العزيز وأبعدها رضا. صعب مسك الكرة في هذا الحال، وبالتالي قرر إبعاد الكرة إلى خارج أرضيته. هذا القرار كان من رضا عبد العزيز. الركنية الثالثة للقرمة. أحمد مكنزي ينتظر ويحاول إيصال كرة جديدة في البوكس. كرار عامر تقدم، أمرو تقدم، مدافعين يتقدمون في هذه اللحظات. مكنزي
أموري انتظار. هنا أحمد حسن يلعب الكرة عالية في منطقة الجزاء، رضا يحاول، سجاد يسدد وإلى خارج أرضية الملعب. بالمباشر التسديدة حاضرة من سجاد جاسم، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. كانت هذه المحاولة وإلى ضربة مرمى عند رضا عبد العزيز. كازورا يعاين وينظر في هذه اللحظات، الأحداث تسير أمام عينيه. هنا الكرة التي وصلت، إبعاد من ميريسيتش وتسديد السجاد، وصلت إلى خارج أرضية الملعب بعيدة عن المرمى. إبعاد كان حاضر، لولا تدخل رضا كان يوسف ينتظر، والعزيز كان من الممكن أن يضعها في هذه اللحظة. الرأسية في وسط الملعب فيها مخالفة على طرقات، تدخل حاضر، سلامات لكلاوديو مارادونا. يفتقدون إلى المهاجم الصريح لاعبين أوروس. مروان آسو الذي رحل إلى زاخو، اسماء ممتازة في الخط الأمامي. مهاجم الصندوق يضع الكرة في المرمى من أنصاف الفرص. مباراة فيها تعادل سلبي ومباراة أخرى فيها هدفين، لذلك الشرطة ينتظر تعثر القرمة. والقوة الجوية كذلك للاقتراب أكثر فأكثر من القمة. فرصة لمشاركة الصدارة بالنسبة للقوة الجوية إن تعثر القرمة، وفرصة للتصدر للقرمة. هذا تقي فلاح، تاق على كرة يحاول فيها، تقي كرة قريبة. محمد رضا يلعب الكرة عالية، دلاور ينتظر، وكرة مرت من أمام الجميع ورحلت من أمام الجميع وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة التي وصلت راحت على الجميع. لاحظون الكرة التي لعبت، رأسية دلاوير مرت راحت. لماذا لم تضع القدم بشكل صحيح يا مارادونا؟ أي برازيلي ضيع هذه الكرة. لاحظوا هنا المحاولة والكرة التي وصلت إلى خارج أرضية الملعب ضاعت على مارادونا. توقيت تايمينج لم يكن هو التايمينج المنتظر. وهنا دلاوير طرقات مع مارادونا، روا يتقدم، يوسف على كرة، عملية تقدم، دلاوير يلعبها عالية والفرصة راحت الآن. إيسايا على الطرف الآن، دلاوير والكل ينتظر، ممتاز في الكروس، لف وراح راح ولكن لم يكتب له النجاح مع هذه الرحلة التي راح فيها راح، ولكن ضيع كل مجهوده في اللقطة، في لحظة تأخر فيها في لعب كرة عرضية والتسديد، وبالتالي وجدوا فراغ، وجدوا منفذ، أسقط لاعبين في حركة واحدة. هذا الجميل جدا في هذا الرجل، في هذا الكابتن، في هذا الروح التي يمتلكها نوروس للفريق ككل وليس فقط لهذا اللاعب، وكان من الممكن أن يكون أفضل مما كان. هنا محاولة، حميد ينتظر ضغط الآن وأشعر بأن الهدف قريب. تقي فلاح يحاول من كرة ثابتة، وهذا الرجل ينتظر في منطقة الجزاء، حماية مرمى حميد، الكل حاضر، الكرة التي سترسل هل من الممكن أن تكون هدف؟ ننتظر الآن، والكرة عالية في منطقة الجزاء، الله الله، رأسية حاضرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. يوشوا كان الأقرب إلى المرمى من الجميع، ولكن كرته إلى خارج أرضية الملعب. 3 دقائق يعطيها الآن حكم المباراة أيها الأحبة. لاحظ يوشوا كان وحيدا، وكانت الكرة كرة يوشوا، رفضها النيجيري، وكان
من الممكن أيضا أن يضعها والله في المرمى وبشكل أريحي أكثر من الطريقة التي لعبها فيها يوشوا. هنا محمد حميد فرحان سينفذ الكرة، بعد كرة لعبت على المدافعين، تدخل دفاعي من يوشوا أيضا يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. دقائق أخيرة على نهاية الشوط. المدرب الإسباني هل يخرج متعادل مع ولي كريم هنا في نوروز؟ يوشوا في تدخل جديد وإبعاد جديد. هذا يوشوا أكبوجي، لقطة ونقلة عند علي محسن. التفاف في وقتها. أموري فيصل يلعب الكرة باتجاه أحمد حسن، أحمد قد يرسلها في منطقة الجزاء، ساقطة والكل كان بعيد عن فكرة أحمد حسن ماكنزي. لتذهب كرة إلى خارج أرضية الملعب، ورضا عبد العزيز ذاهبا ليعاتب لاعبي هنا ولي كريم. عليك أن تعي جيدا يا سيد ولي الأخطاء في عمق الدفاع، الكرات الساقطة، تغطية التي دائما ما تكون ضعيفة في الكرات العرضية التي ترسل إلى منطقة الجزاء. و0-0 نتيجة المباراة بعد ضياع هذه الكرات. وهنا الكل يشاهد الأجواء، الضغط يعيش الجميع في أرضية الملعب. من المدرجات يأتي الضغط، وفي أرضية الملعب صعوبة لاحتواء الكرة، أيضا صعوبة للمرور، صعوبة للوصول. كرات العرضية هي السبيل إلى الآن. روى يلعب كرة، محمد رضا يتقدم فيها، طرقات يمرر، والمحاولة عند فيصل عبد الإله، والتدخل الآن، القطع وطرقات، يحاول طرقات، لو تأخر قطعت الكرة، وقطعت بالفعل. دلاوير راح مارادونا في كرة، ولكن المحاولة أبعدت. هنا أموري فيصل، لحظات صعبة الآن، لحظات فيها ضغط حاضر. أمروا الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أيها الأحبة، أيها المتابعون، تعادل سلبي يخيم على شوط المباراة الأول رغم المحاولات، رغم الإرادة من الطرفين، لكن الصعوبة حاضرة أمام الطرفين، أمام الفريقين، بأن الاختراق والوصول صعب جدا. وفي هذه اللحظات حكم المباراة السيد مهند مناف ينهي الأجواء الجميلة في شوط المباراة الأول بصافرة تعلن عن نهاية الأحداث في هذا الشوط، على أمل وعلى ترقب وعلى انتظار أن نعود إليكم بعد الاستراحة إن شاء الله. استراحة قصيرة ونعود إليكم قبيل لحظات من انطلاق شوط المباراة الثاني. اليمين لمصلحة نادي الغراف بهذه اللحظات. كرة داخل منطقة الجزاء، هذه كرة محاولة وخطيرة. جول لنادي الغراف، يواصل عروض القوية، يسجل هدف لمصلحة أحمد ناظم، أول له في هذا الموسم، بكرة ممتازة لأحمد ناظم، وجد نفسه من أمام حارس المرمى وسجلها بهدوء، سجلها بخبرة. أحمد ناظم كرة كانت ممتازة، وضع قدمه اليسارية، سجلها في مرمى نادي ديالى، ليأتي أول أهداف المباراة. 1-0 لأبناء ذي قار بأقدام أحمد ناظم. 1-0 الآن لمصلحة نادي الغراف، يسجلون أولى الأهداف. نعم، أحمد ناظم، وهدف ممتاز. حاول صناعة فرصة جديدة والتقدم فيها للأمام، لعب كرة ممتازة وخطيرة للأمام، هذه محاولة تانديو. الله 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 الله، جول
والتعادل. المالي يسجل في مرمى الغراف. هنا الاستلام وهنا الكرة. الله وضعها بهدوء بمرمى نادي الغراف بكرة ممتازة سجلها تانديا ليسجل هدف التعادل لمصلحة نادي ديالا. الله على الاستلام والله على مواجهة حارس المرمى. 1-0 الآن لمصلحة نادي ديالا يسجل عن طريق إبراهيم تانديا هدف التعادل 1-1. حسين زياد تمريرة لمجتبى، مجتبى داخل منطقة الجزاء. الله الله يونس حمود للكناري كنار العاصمة عالي بالسماء. الله مجتبى لحمود وكناري العاصمة عالي بالسماء الله 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 على طريقة الكبير أبو ذنون، على طريقة يونس محمود وهو اسمه قريب أيضا يونس حمود. حمود الله صعبة طبعا على رضا عبد العزيز صعبة اي نعم. افرح يا رجل. للكرخ داخل منطقة الجزاء الكرة الخطيرة. الله يونس حمود الله يا حمود للكناري كنار العاصمة عالي بالسماء. هذا الرجل راسه يشتغل يا جماعة، لا تخلوه على ركلات الجزاء. نفس الطريقة راسه يشتغل يا جماعة، راسه يعمل بشكل ممتاز، لا تعطونا ركلة جزاء. يونس حمود 9 أهدافه. الله يا رضا عبد العزيز اللي يتصدى بركلة جزاء، لكن هاي صعبة طبعا على طريقة الكبار. الله ننتظر الفار. درع الأخير هذا جمال هذا مصعب عالية خطيرة يا ولد يا ثالث للكناري كنار العاصمة عالي بالسماء يا العقيد. ثاني على ما اعتقد علي قاسم سجل على لفط ميسان. بدأت القصة من مصعب. الله قوية كرخية في شباك دروز يا ولد يا علي قاسم بهدف حاسم. 3-0 للكرخ، 3-0 للكناري، والكناري دخل المربع مع العقيد ومع علي قاسم. لذلك الاستمرار. هذا محمد سامي إلى الحارث حاتم إلى محمد سامي والكرات العالية. الله لو نفذها كما أراد. هدف مهند أبو طه يسجل أول أهداف الصقور. الله القوة الجوية. شوفها بالإعادة. هنا التمريرة وصلت للحارث حاتم اللي اختار العودة لمحمد سامي، وبذلك الكرة العالية أرادها بالباكورد والمتابعة الآن، والكرة اللي باغت حارس المرمى مصطفى جاسم. وهنا الهدف الأول يصل لمصلحة القوة الجوية. مهند أبو طه يبصم على هذا الهدف، وبذلك التقدم الآن للقوة الجوية بعدما سجل بالشباك فريق النجف. يعود اليوم ويسجل على القاسم مهند أبو طه. هنا كرة تعود بهذه اللحظات على الطرف الأيمن، تنفذ لا زالت داخل منطقة الجزاء. الله جول ثاني لمصلحة القوة الجوية. لا يحتفل يسجل بمرمى فريق السابق الحارث حاتم، ولا يحتفل هنا. الله على هدف يحمل مع المشاعر
يحمل معه ذكريات وأيام جميلة. هذه اللقطة، هذه الكرة اللي نفذت بصورة جميلة، تحدث عن الإرسال، وهنا المتابعة. لكن هل هنالك راية؟ لا أعتقد، لا ليس هنالك راية. والحارث حاتم بفينيشنج ولا أروع يسجل ثاني أهداف الصقور، ثاني أهداف القوة الجوية بشباك فريق القاسم. هدفين مقابل لا شيء في هذه اللحظات. عودة على اليسار خطيرة، انفراد، التسديد، التسجيل، الهدف الأول لمصلحة أمانة بغداد. المغربي يسجل هدف الأسبقية بانطلاقة واختراق لدفاعات فريق نادي القرمة، وهو الغائب عن الانتصار منذ الجولة التاسعة. أي تمرير من الحارس عبد العزيز عمار هو الذي بدأها، وجبار كريم لمسها وأنهاها واختتمها اللاعب كمال القرع من فوق الحارس محمد حميد في الكرة الماضية. يخدع الجميع وينطلق ويخترق ويضع فريق أمانة بغداد بهدف الأسبقية. أحمد خلف تدلل على سعادته بهدف أول، كرة على اليمين، محاولة للرد الأول. الله الله الله، الرد السريع للصقور البرتقالية. مشاهدينا الأفاضل، بانطلاقة قوية وبالنيران الصديقة، بهدف أول، حتى جاء يوسف أمارو وبعرضية اختراقية من هناك تسكن في شباك أمانة بغداد. أي انطلاقة للقرمة، وأي رد وأي عودة، كيف لا، وهي أمسيتهم لاستعادة المركز الثاني، كيف لا، وهي الأمسية التي يريد أن يرتقي من خلالها إلى مركز ثاني وإلى مطاردة المتصدر أربيل. من جانب الدفاع، من جانب عباس ياسين، لا زالت عودة على اليمين، تسديده، الله 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 الله، الثاني للصقور وبتصويبة عبد الله، عبد الإله غازي الوافد الجديد، وبأول ظهور وبأحدث ظهور وبأول الأهداف واللمسات وبأول تصويبات القادم من الملاعب الأسترالية. وعلى إضافة قوية وواعدة في صفوف فريق نادي القرمة. أي استلام وتصويب، وعلى يمين عبد العزيز عمار، ومعها بثقة بتصويبة قوية بعيدة جدا وسريعة على يمين الحارس عبد العزيز عمار، أيضا بمساعدة الدفاع. كان هناك عبد الله خلف ساعد بإسكانها في شباك أمانة بغداد. نبيل كرار يتقدم، تأتي العرضية باتجاه حسن عبد الكريم، قوقية الذي يحاول، قوقية يتقدم، للنوارس. حسن عبد الكريم يسجل هدف أول. هنا للنوارس، هنا لنادي الزوراء، هنا للزعيم، هنا حسن عبد الكريم في هذه المباراة. شاهد هنا التقدم، هنا الاسيست الرائع، وحسن عبد الكريم الذي لا يتراجع حاول وتقدم بالكرة الماضية من كرار نبيل بنبل كرار إلى حسن عبد الكريم، يكرم النجم بهدف أول بهذا التقدم للنورس الأبيض، للزعيم حسن عبد الكريم، للزعيم حسن عبد الكريم يسجل الهدف الأول. حلقت النوارس هنا بأول أهداف المباراة بالهدف الأول لنادي الزوراء عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم. شوف لي حسن عبد الكريم، تقدم الآن حسن عبد الكريم، مر بالكرة، حسن يريد أن يعلن عن الهدف الثاني، الله القائم، جول 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 جول، يوسف عزيز من البديل من البطاقة الرابحة، يوسف عزيز يسجل الهدف الثاني في المباراة.
هنا للزوراء. هنا التقدم، حسن عبد الكريم تقدم وهنا سدد بالقائم الأيمن، لكن يوسف لم يكذب خبر، يوسف لم يكذب خبر، ويسكن الكرة في مرمى النجف ليعلن حتى يتحدى ليقول ها هو الزعيم، ها هو الزعيم، نعم ها هم النوارس. فأنا أقول يا النوارس نعم بهذه الإثارة، يا النوارس بهذه المتعة. لذلك ثار أحمد عنده 3 ألقاب. هنا المحاولة خطيرة الآن الطلبة، ولكن سرنج الخبرة. الله، جول للأنيق. هدف 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 للأنيق. عريبي اللاعب الجزائري كريم عريبي يسجل أول أهداف المباراة بغفلة من دفاعات أربيل. حاول معها حارس المرمى الخبرة سرهنج محسن، لكن بعد ذلك جاءت المتابعة من كريم عريبي ليسكنها الشباك ويسجل أول أهداف المباراة للطلبة. إذن الدقيقة الثالثة كريم عريبي يفتتح التسجيل في مرمى أربيل، وهنا الصورة على كريم عريبي اللي يشارك أساسي في هذا اللقاء. لذلك يفتتح التسجيل الأنيق اللي يحاول أن يعوض خسارته من الميناء في الجولة الماضية. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ الهجوم الآن لمصلحة فريق أربيل داخل منطقة الجزاء. حلوة 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 حلوة. الآن فريق الطلبة يسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللقطة والتمريرة بشكل رائع، وسيف رشيد يصطد بحارس المرمى سرهنج، لكن كريم عريبي يودعها في المرمى ليعلن التسجيل فريق نادي الطلبة في مرمى أربيل عن طريق اللاعب الجزائري كريم عريبي، وهو ثاني أهدافه في دورينا خلال هذا الموسم بعدما سجل في مرمى الزوراء، الآن يسجل في مرمى أربيل. إذن الأجواء مشتعلة في هذه الأجواء الباردة، والطلبة هو من يشعل الأجواء في هذا اللقاء بهدف أول عن طريق الجزائري كريم عريبي. والطرد لهارون. هنا المحاولة مسوفو والتنزاني، جول ثاني. هذا مسوفو التنزاني يسجل هدف ثاني. خلاص الأنيق على حساب أربيل. الله اليوم الطلبة شكل غير أمام أربيل. الآن فريق الطلبة مع مسوفو البديل يأتي بالدليل لفريق الطلبة بهدف ثاني. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة، وزيد إسماعيلي لمسوفو اللي هيأ الكرة وسددها على يمين حارس المرمى سرهنج محسن ليسجل ثاني أهداف فريق الطلبة. اللاعب التنزاني مسوفو بلمسة أولى لهذا اللاعب يسجل من خلالها هدف ثاني لفريق الطلبة. والطلبة الآن على أربيل بهدفين مقابل لا شيء. الطلبة يتقدم على أربيل بهدفين مقابل لا شيء. خلاص المباراة انتهت. الطلبة ينهي المباراة على أربيل بهدف مسوفو وفرحة علاء والبدلاء، والداسي يرقص فرحا. علاء الدين امام علي خالد، علاء وعلي، ركلة الجزاء، حوار حاضر وكرة من اجل الجول. الله، تقدم لابناء الحدباء، ياتيك من الجنوب، ياتيك من الفيحاء اخبار سارة تذهب الى الموصل لتعلن عن تقدم ابناء المدينة بالهدف الاول من ركلة جزاء ركنها على يسار علي خالد. هذا الرجل علاء الدين الدالي الذي يسجل في هذه اللحظات، الذي يضع الكرة في المرمى، وبعد النجف والنفط والكرخ والقرمة يصل إلى هدف جديد، إلى حضور جديد، ومعهم بغداد. يضع الكرة في المرمى علاء الدالي ويضع الهدف السابع له شخصيا هذا الموسم. لاحظ الكرة بيمناه وضعها على يسار علي خالد الذي ذهب إلى اليمين ويسجل نصر قاسيون الهدف الأول. هنا استعادة لنفط ميسان، مرور أول وثاني وهدف أول. الله، جول لفرسان المملكة. كريستكوفاما يبصم على أول أهداف اللقاء ويحتفل على طريقة الخاصة. لهيب الجنوب يصل إلى الشباك. هنا أبناء ميسان، هنا أبناء العمارة وكبر طيب العمارة بعيننا هواي، ومن قد ما كبر شقلنا العيون. الله 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 الله، تمريرة أولى ثم ثانية. شوف صناعة اللعب، فقار عبد البديل الناجح، والهدف الأول للاعب الكونغي
كريستكوفاما يبصم على أول أهداف فرسان المملكة. حرك اللقاء، تحركت المباراة بعد سلسلة من الهجمات التي غابت ولم تكن موجودة معها الأهداف. الكرواتي أنطونيو توتا أو هنا حسام على التنفيذ، جول التعادل. حسام جاد الله. وبالحديث عن الذهب الأسود، ها هو يشتعل في مرمى نفط ميسان. التعادل يصل بالنسبة لأولاد المدرب عادل نعمة. حسام جاد الله بعدما سجل بشباك ديالة، اليوم يسجل نعم من علامة الجزاء، سجل بشباك ديالة وسجل بشباك الموصل وسجل بشباك القاسم، واليوم يسجل بشباك نفط ميسان من علامة الجزاء. هدف مقابل. عن بداية شوط المباراة الثاني وعن انطلاق هذا الشوط، هنا تدخل ومخالفة، ضربة حرة مباشرة الآن يعطيها حكم المباراة على هلوفاق في هذا التدخل. ضربة حرة مباشرة على هلوفاق في هذا التدخل. نشاهد هنا اللمسة للكرة، اللمس للكرة باليد بعد التدخل ما بينه وما بين علي خليل. إذن هلو عليه مخالفة، ضربة حرة مباشرة في أول انطلاق الشوط، معها ورقة صفراء لتعمد لمس الكرة باليد حسب قرار حكم المباراة الأخير. وهنا ضربة حرة مباشرة سينفذها محمد رضا جليل في هذه اللحظات. ضربة حرة مباشرة، وبالتالي الكل في الانتظار لكرة تسقط في منطقة الجزاء، رأسية أولى مبعدة وانتظار الثانية، وهنالك دفع مع حكم المباراة يعطي مخالفة. ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات، دفع كان حاضر من أحمد، وبالتالي حكم المباراة مباشرة ذهب باتجاه المخالفة التي أعطيت لفريق نوروز مع هذا التدخل. لاحظوا هنا أو للقرمة بعد التدخل من أحمد على عبد الإله، ومخالفة أعطيت للقرمة بعد هذا الدفع الحاضر في اللقطة. هنا محمد رضا جليل غاضب من ضياع هذه الفرصة، كان ينتظر أن يكون هنالك هدف. مارادونا العودة إلى الخلف من جانب لاعبي نوروز. هنا كرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب مع مطالبة بلمسة يد حاضرة في الارتقاء الأخير من جانب عباس بديع. كرة على الطرف الآن، أحمد حسن مكنزي في تمريرة وفي كرة تعاد إلى الخلف الآن. محمد حميد فرحان في نقلة من الجهة اليمنى عند هلوفاق، في كرة تصل في الوسط إلى سجاد لكن يفقد الكرة. عاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب مع رمية جانبية يعطيها حكم المباراة. هذا سجاد جاسم الواضح في الكرة وفي اللقطة، كان في حوار في وسط الملعب لكن كرة قطعت من سجاد لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. محمد علي يطلب من هلو عدم تقدم أكثر إلى الأمام. أموري فيصل لمسة وتأخذ جميلة، كرة تلعب في المساحات باتجاه تياغو لكن ميريسيتش يتدخل. ميريسيتش حاضر ويخسر الكرة لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. العام الماضي كان ثنائي دفاع رائع عند فريق نوروز حقيقة، لكن هذا الموسم الأمور تغيرت. يعني كان من المفترض الحفاظ على لاعبين الخط الخلفي، فريق ينافس فرق كبيرة يحاول دائما وأبدا البقاء، يقدم مباريات رائعة، أخطاء كارثية في قلوب الدفاع وخسارات كثيرة بسبب هذه الأخطاء. هنا كرة عالية في منطقة الجزاء رأسية والتدخل حاضر. هنا أحمد إيسايا يلعب كرة خاطئة يعيدها في مكان ميريتشيتش يتدخل، تعود الكرة في نقلة عند سجاد وانتقال بالكرة، لا زال يحافظ عليها، بينما هنا المرتدة إلى أين وجه القدم ضاع والكرة معه ضاعت، والمحاولة ذهبت إلى خارج مناطق الضغط بالنسبة لفريق نوروز، بينما تياغو بالكعب إلى أموري، وهنا النقلات وهنا الفرصة التي طالت على عبد الإله في هذه اللحظات وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ذهبت المحاولة إلى خارج أرضية الملعب، كرة طويلة، وهنا الأنظار على رضا. زريقات محمد حسين زريقات ووائل بن عثمان كان يتواجدان في خط الدفاع بالنسبة لفريق نوروز. تغيرت الكثير من الأسماء في هذا الفريق،
وهنا مع التجديد مع عودة ولي كريم مرة أخرى، دائما وأبدا سعي وراء البقاء وتقديم مستوى مميز. هتافات في المدرجات مستمرة، ولا زلنا أيها الأحبة على تعادل سلبي حتى الآن. هذه كرة وعبد الإله صقور الغربية، هل في حضور في هذه المباراة أم إن في كلمة لأبناء السليمانية لأصحاب هذه الدار؟ في أسماء قادرة على تغيير النتيجة، مروان فيتور، أيضا أوراق رابحة في الهجوم، جميل اليحمدي، عمر عبد مجباس، مؤمل عبد الرضا، خيار حاضر. هنا كرة جديدة إلى خارج أرضية الملعب، مباراة فيها أسماء قادرة على تسجيل أهداف. هنا الكرة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، سلامات لفيصل ولدلور في احتكاك أخير، لكن حكم المباراة يقول رمية جانبية لدلور، فيما تقدم لعباس بديع. يعيد كرة فيها الخلف، حاضر بيريشيتش في كرة تمرر عند الخلف، يوشوا نيجيري في كرة يبحث فيها عن زميل، يلعبها طويلة لكن تياغو حاضر. آمرو في مكان المهاجم الصريح. حقيقة إلى الآن لا زال الانتظار على أن يضعنا في مقدمة المباراة، هكذا أحوال جماهير القرمة. وفي الجانب المقابل آمالهم على تغييرات لولي كريم أو اختراق لعلي خليل أو حتى مارادونا، كلاوديو دي أوليفيرا. هذا أحمد إيسايا الموجود في وسط الملعب، لاعب الذي يتمحور في مكان يحاول فيه مجاراة لاعبين من الطراز العالي في وسط ملعب القرمة. سجاد تمريرة في الخلف، طرقات على الطرف، عملية التمرير حاضرة. ماكنزي في كرة تلعب طويلة، قراءة لتحرك عبد الإله، وميريتشيتش يسيطر على الكرة، لكن الصربي يفضل إبعادها إلى خارج أرضية الملعب. 26 سنة ميريتشيتش حاضر أمامكم. بينما كرة في الخلف، كلاوديو، محمد رضا، إيسايا، يا سلام على كرة، يا سلام على مرور. بينما التحول الآن، عملية تقدم من تقي فلاح في الفراغات، يحاول انتظار هلو، وهذه كرة عالية واصلة الآن، الرأسية روى، وفي كرة يا مارادونا يا روى أمام المجيب لهدف. الكل كان ينتظر، الكل كان يتأمل، لا زالت المحاولة والفرصة قائمة، التسديد والمحاولة عند حميد في الكرة الأخيرة. ضربة مرمى يقول حكم المباراة، والكل يتابع وينتظر، وهنا المحاولات حاضرة في هذه اللحظات. كرة عالية طويلة واستلام حاضر من جانب المدافعين. يوسف على كرة سريعة إلى سجاد، علي محسن، أموري، فيصل في مكان، ينتظرون دائما وأبدا استمرار الإيقاع العالي والإبداع في الكرات. هنا أموري، فيصل يحاول، أموري ينتظر زميل، يفضل عودة إلى سجاد، سجاد يبحث عن زميل آخر، يبحث عن لاعب آخر. هنا محاولة، لا زال الكل في حالة ترقب وتاهب وانتظار. هنا أموري، فيصل، سجاد جاسم يعيد كرة في الخلف مرة أخرى، الكرة عند كرار عامر، عملية التمرير حاضرة، وهنا إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة تلعب أمام كراوة، يوسف وعلي محسن، عملية لعب الكرة، وأنور طرقات من الخلف يمرر الكرة في العمق، لكن إيسايا يقرع بشكل ممتاز هذه الكرة، وعالية يلعبها في الخط الأمامي. رضا عبد العزيز يغادر مرماه ويبعد هذه الكرة، هذا رضا. وهنا طرقات، بينما كلاوديو في كرة على الطرف إلى ماكنزي، الراية والتسلل حاضر، تسلل حاضر في اللقطة الأخيرة. هنا مساعد الحكم الذي رفع الراية، شاهد تسلل حاضر
هذا كلاوديو مارادونا في حوار سريع. هذه الكرة عينك على مارادونا يا مخرج المباراة، هل تنتظر شيء من كلاوديو؟ هنا التسلل والتدخل الذي كان من كلاوديو مارادونا. في كرة على الجهة الأخرى تلعب المحاولة الآن، يحاول فيها أحمد حسن قطع ممتاز للكرة وتقدم في هذه اللحظات، بينما أنور الطرقات يقرأ هذه المحاولة في توقيت رائع وجميل. هنا علي محسن عملية الضغط فقدها كرار، وهنا الخروج بالكرة لم يكن سليم أبدا. تدخل حاضر حكم المباراة، ماذا يقول؟ يقول هنالك ضربة حرة مباشرة حاضرة في هذه اللحظات لصالح فريق نادي القرمة. المحاولة تذهب الآن مرة على اليمين مرة على اليسار، وعلى شعار لا حلول، على شعار لا أهداف إلى الآن تسير المباراة. والكرة في الوسط من جديد، محاولة عند أموري فيصل. عيدان في كرة يحاول فيها، هلو يتقدم، راح يمرر الكرة في الجانب المقابل. الكرة عند من؟ عند علي محسن. أموري فيصل المنحلول، هذا علي محسن. كرة بالطول، كرة بالعرض، وهنا الرأسية والتدخل والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية نقول معها السلامات لدلاوار، السلامات لمحمد. تدخل كان حاضر في اللقطة الماضية. الجماهير حاضرة، لقطات جميلة. وهنا سلامات لمحمد بعد التدخل الأخير، احتكاك في الهواء وعلى مستوى اليد يعاني من الإصابة محمد دلاوار. كرة لنوروز، الروا يتقدم، محاولة التعافي من التعثرات لا زالت مستمرة. وهنا كرة مقطوعة، أجواء صعبة في نوروز. كرة في الطرف إلى فائق من جديد سجاد عن كرة طويلة يحاول الوصول بها إلى أموري فيصل، لكن لا وصول في مباراة إلى الآن تسير على تعادل سلبي. شعار كررناه كثيرا، بطاقة صفراء في هذه اللحظة على أحمد حسن مكنزي. مهند مناف، هنا ورقة صفراء. كرة في الخلف، يتقدم الآن، يحاول عملية المرور، نقل الكرة في الوسط لصالح لاعبي القرمة. أنور طرقات، كرة سريعة، محاولة مقطوعة الآن، كلاوديو مارادونا، بينما علي خليل يتقدم الآن لهدف أول. يحاول علي، لا زال يجري بالكرة علي، يمرر كرة سريعة. محمد رضا يفضل التسديد وإلى خارج أرضية الملعب. هذه المحاولة، هذه الكرة، والفرصة تذهب دائما وأبدا إلى رمية جانبية. هذا تقي فلاح مدافع اليسار، يعود إلى الخلف في هذه اللحظات. حلم اللقب لا زال يراود القرمة ويراود هذا الرجل فيما رمية جانبية تستمر الآن. هل يفعلها محمد حميد ويحصد اللقب مع فريق القرمة؟ حلم يراود الجميع في هذا الفريق، بينما كرة ورأسية إلى خارج أرضية. الكرة وصلت في منطقة الجزاء لساو البرازيلي كلاوديو أوليفيرا. هنا الجماهير، هنا الجنون، هنا الأحداث الرائعة في المدرج، تفاعل مع كل لقطة، مع كل لحظة، مع كل كرة.
يستمر الجميع بصوت واحد، بشعار واحد، بهتاف واحد. من ركلة المرمى ينفذ محمد حميد، كرة إلى الأمام، يوسف في تدخل، لكن بينيتشيتش يتدخل بشكل ممتاز. وفي وسط الملعب لا زالت الكرات، تياغو البرازيلي في كرة يحاول فيها لكنها قطعت، برازيلي آخر يتدخل عليه علي محسن. من هنا مارادونا، من هناك أيضا تياغو في محاولة للوصول إلى المرمى، في محاولة لهز الشباك، يترقبون كرة تصل إلى مرمى رضا. لا زال الجميع يحاول على كرة، ماكنزي بكعب القدم ممتازة. هنا عبد الإله يفضل العودة إلى علي محسن، سريعة إلى كرار. هلو يبحث عن مساحة في هذا المكان، محاولة كرة إلى يوسف، لكن القراءة رائعة من يوشوا وإبعاد جميل إلى خارج أرضية الملعب، لكن هذا الإبعاد يوشوا أكبوجي كان قد تدخل. يوشوا هلو على يوسف، آمرو يحاول يسيطر على كرته، أموري ويوسف، فرصة الهدف الآن والتدخل حاضر ولا شيء، يقول حكم المباراة. عبد الإله إيسايا، مارادونا في كرة، المحاولة إلى دلاوار، يلعب الكرة إلى مارادونا، يعلم جيدا بخطورة مارادونا في هذه الكرة، راح الغوريلا، راح انطلق بسرعة المعتادة، ولكن الطرقات يحاول، والرعب الذي يصيب طرقات يجعله يفقد الكرة لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. قرار يقول ليس بكامل المحيط المغادرة، لكن مساعد الحكم يقول لا، بالمحيط كامل. هنا تدخل أخير من روى، حاول يوسف، تدخل حاضر ولا شيء، يقول حكم المباراة مع استغراب من الجميع في الكرمة. الفيصل هو قرار حكم المباراة في هذه اللقطة. حديث موجود مع الفيديو، حديث موجود مع تقنية الVAR. هل هنالك تدخل على اللاعب يوسف آمرو من جانب الروى يوسف؟ أعلام ترفع، رايات ترفرف، وجماهير ترتدي الألوان الحمراء والبيضاء، وكل هذه الجماهير الحاضرة هدفها واحد، انتصار هذا الفريق. الكل خلف الفريق يحاول وينتظر، ونحن ننتظر الأهداف في هذه المباراة. تقي فلاح، هل من هدف للمارد الأحمر؟ هل نشاهد هدف لفريق هذه المدينة؟ هنا كرة عالية في منطقة الجزاء، مرت على الجميع ولا حضور من الجميع لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الأخيرة إلى ركلة مرمى عند هذا الرجل، عند هذا الحارس الذي يتواجد في عرين صقور الغربية. هنا يوسف أسد النيجر المينا في هذه المباراة، ينتظرون منه حضور، ينتظرون منه وصول، وكلنا أيها الأحبة أيها المتابعون ننتظر الواصلين إلى المرمى، ننتظر من يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. هذا محمد حميد مع حيرة قبل ذلك من السيد ولي كريم. نقطة ثمينة من القرمة، نقطة ثمينة وإن كانت في أرضك، ما بين جماهيرك، من فريق منافس، من فريق قريب في الترتيب من القمة. يمكن أن يكون هذا التعادل مفيد جدا في أوقات يحتاجها الفريق من أجل البقاء أو من أجل التقدم في المراتب في قادم الموسم. أحمد، كرة على اليمين، دلاوار يلعب كرة إلى مارادونا لكنها مرت وصلت إلى كرار. علي محسن، تمريرة مع هلو الذي يحاول بحث عن زميل، كرار عامر قريب، يختار كرار مع هلو، ثنائية بمحاولة للخروج بالكرة. أموري فيصل لاعب مهاري قادر على إخراجك من الضغط، هنا يختار التشديد كرار، خيار قد اتخذه كرار في هذه الكرة. وميريتشيتش يلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية في هذه اللحظات. تعليمات واصلة مستمرة من السيد ولي كريم. هكذا أجواء، هكذا مباراة، هكذا ضغط يا سيد ولي. تحتاج إلى مروان حسين، لاعب الذي يسجل من أنصاف الفرص، من الكرات الساقطة في البوكس، يستغل الفرص. مروان بإمكانه أن يسجل ويضع خطورة أكبر مما يضع علي خليل، وكذلك مارادونا على دفاعات فريق القرمة. يوشوا أن يجري في كرة، إبعاد في اللحظة يأتي من جانب المدافع تقي فلاح. سجاد، لمسات وكرات، دار بالكرة، فيصل يحاول،
أموري على كرة ممتازة. تمريرة ساحرة عالمية مع عودة لتسديدة أخرى. الفرص قائمة، لا زالت المحاولات. وهنا محمد رضا يحاول ضرب الخطوط، ولكن محمد حميد يغادر ويبعد هذه الكرة، ولا زال الخطر في وسط الملعب. هنا مارادونا أو هذا علي خليل، السقوط والمطالبات بخطأ، وهنالك استمرار للعب. فرصة الآن، قد تأتي لحظة الهدف، قد يأتي الهدف الآن. يوسف يتقدم إلى تياغو، واصل بالكرة، ولكن إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لا والله لا والله، لا زالت الكرة في الملعب والكل ينتظر، ومارادونا يفقد الكرة. الموسم الماضي تعرض مارادونا لإصابة في مباراة دهوك، وإلى الآن ليس هو مارادونا كل موسم. يوشوا أكبوجي لا زال تحت الخطر. هل دفع دلاوير تياغو؟ هل تدخل على تياغو لوحده تياغو؟ هذا السقوط يسمى سقوطا ذاتيا. في لحظة كان من الممكن أن يأخذ الكرة بالكنترول ويسجل في المرمى. سلامات لأكبوجي. في هذه اللحظات يوشوا يعاني من إصابة. عشرين دقيقة مرت ولا زال كازورا ينظر إلى ساعته ليرى كم لديه من وقت ليعمل التغييرات التي تجعل الفريق قادر على الوصول إلى مرمى رضا عبد العزيز. هذا الهدف واحد، هنا احتكاك طبيعي جدا. مع استغراب من جانب السيد جاسم غلام. إذن محمد حميد سينفذ الكرة من الخلف. محاولة عند أنور طرخات. على الجهة اليسرى يتواجد أحمد حسن ماكنزي. في كرة عالية تلعب إلى الأمام. محاولة واصلة في هذه اللحظات. بيريتشيتش يلعب الكرة بشكل خاطئ. تياغو يحاول فيها البرازيلي. سجاد يمر يحاول يتلاعب عيسى، ينتظر زميل، يمرر إلى كرر عامر في انتظار نقلات سريعة. هالو في كرة والتقدم الآن. أموري فيصل قريب مع هالو، يحاول إيجاد فراغ، يحاول إيجاد مساحة. تقدم أموري فيصل، يحاول إرسال الكرة عالية إلى أحضان رضا مباشرة عند عبد العزيز. يحاول دائما وأبدا فريق القرمة الوصول، لكن هذا الرجل دائما ما يمانع. وإلى الآن الامتناع حاضر من رضا عبد العزيز على أن لا يتلقى هدف في هذه المباراة. محاولة مرة أخرى. علي خليل، تمريرة إلى هالو، أو عفوا هذا اللاعب تقي فلاح الذي كان على الكرة الأخيرة. هالو مدافع اليمين في فريق القرمة. تقي تعب كبير الآن يمر على الجميع، ذهني بدني، الكل يعاني من التعب، لأن الأمور سائرة على ماذا؟ على تعادل سلبي وعلى انتظار. هذا سجاد على تدخل، شجاعة كبيرة في تاكلينج رائع. يطلب التغيير الآن. تقي فلاح يطلب التغيير. هالو تمريرة وكرة، مدافع مع لاعب الوسط، حوار موجود، وسجاد يفضل العودة إلى الخلف. محاولة إخراج لاعبين أوروز من جانب لاعبي القرمة. كرار عامر لا زال على الكرة إلى محمد حميد. طرقات قريب، فرحان يلعب الكرة طويلة. أين تياغو؟ أين يوسف؟ أين أموري فيصل؟ هذا أموري لا زال يواصل رحلة الضغط. اعتقد سيكون تحت الضغط. وصلوا إلى الكرة الآن. الفرصة قائمة، هي كرة، هي جول، هي جول. عبد الإله المهاري مر، وصل، كشف المرمى، ولكن كرة قوية إلى الخارج. كانت فرصة تسجيل هدف كانت حاضرة. لاحظونا، حاول اللحاق بالكرة تياغو، وصل إليها، مر في الأولى، وصل مرة من ميريتشيش، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد الإله الواصل العابر الذي سدد وإلى الخارج. الآن بدأ القرمة يفرض أسلوبه، يفرض إيقاعه، والكل في مدينة الرمادي، في الأنبار، في كل الأقضية والنواحي هنالك
في الغربية العاشقين لهذا الفريق والمحبين يتأملون وينتظرون أن يصل البرتقالي إلى الصدارة. كرة تلعب عالية إلى الأمام، الرأسية حاضرة، إيسايا، عملية التقدم من دلاور، تدخل وإلى رمية جانبية. هنا عبد الإله فيصل كان حاضر في كرة، محاولة وحكم المباراة يطمئن على أحد اللاعبين. ماذا هنا وماذا يقول حكم المباراة؟ الوقت في الحسبان، ولكن هنالك أحمد حسن مكنزي يعاني من إصابة. هل يذهب إلى التغيير؟ هل هو القرار الأمثل؟ المدرب الذي من المنتظر حقيقة أن يكون حاضر. إذن ولي كريم يهيئ البديل، وفي القرمة ماذا هناك؟ هل يستمر أحمد حسن مكنزي؟ إذن يعود تقي فلاح، والحايك حاضر هو البديل في هذه اللحظات. محمد الحايك المدافع الأيسر اللبناني سيشترك في هذه اللحظات بديلا للتقي فلاح القادم من الصفاء اللبناني. لعب البرج والتضامن صور والعهد، المدافع الأيسر يشترك في هذه اللحظات. محمد الحايك، هنا اللحظة التي طلب فيها تقي فلاح التغيير. تحية من المدرب، وهذا أثمن شيء بعد المجهود الكبير. محاولة وكرة بالكعب، دائما وأبدا المحاولات لصالح فريق نوروز. عبد الإله يتقدم في كرة، محاولة الإعاقة، عودة إلى الخلف، طرقات، ينتظر زميل على الطرف عند أحمد حسن مكنزي في محاولة. تياغو موجود، البرازيلي في وسط الملعب. لمن يا تياغو؟ تمريرة صحيحة صريحة باتجاه هالو يتقدم في كرة، يحاول أموري فيصل قريب، وأموري حوار مشترك على الجهة اليمنى. أموري وسجاد الذي ينتظر، هتأخذ جميلة، عملية الهروب، عملية الوصول. وهنا ماذا تفعل؟ وهنا ماذا تريد؟ في كرة عالية لعبت، عبد العزيز حرمنا من هدف الموسم. عبد العزيز حرمنا من هدف اسطوري على طريقة زيزو، على طريقة زين الدين زيدان ايام نهائي الشامبيونز وايام ليفركوزن ومرميانز ليمان. صورة تعاد وتعاد 1000 مرة، بينما كرة الآن ضاعت ورضا منع، رضا رفض. هنا سجاد، هنالك تدخلات وتسديد وإلى خارج أرضية الملعب. المحاولة إلى الخارج. مباراة بدأت تأخذ طابع الجمال، بدأت تأخذ منحى المتعة. هذه كرة أمارو مرت على الجميع، وهنا المحاولة والكرة التي لعبت كانت هنالك مطالبات بمخالفة، لم تأتي المخالفة. سجاد حاول التسديد من هذا المكان، رفضت التسديدة، وهلو آخر من سدد. لكن عينك على لقطة، عينك على محاولة، ونظر آخر على التصدي. هنا من يتعبلق، وهنا من يتألق، وهنالك من يستمتع ويتابع ويشاهد، والكل سعيد، وأنا سعيد وأنتم سعيدين. لكن السعادة الأكبر عندما توضع الكرة في المرمى، عندما يأتي الجول. وهنا الكرة التي ستلعب الآن من رضا عبد العزيز. سلامات للمدافع في هذه اللحظات. هل دلاور يعاني من إصابة أم عباس بديع سيغادر في هذه اللحظات؟ عناصر غير جاهزة، لاعب آخر سيغادر، أعتقد سيذهب إلى خيار علي صالح. لكن جيفرسون باهية مدافع ممتاز برازيلي، لا أعلم لماذا لم يشترك حتى الآن. اللاعب الذي كان في فريق القرمة الموسم الماضي، وصل هنا
عباس بديع وكرة كان يبحث فيها طرقات عن مخالفة. يغادر يوسف أمرو في هذه اللحظات. من البديل في القرمة؟ من الوافد؟ من الواصل؟ العمر عبد مجواس أم جميل الأحمدي أم مؤمل عبد الرضا؟ لا، إبراهيم سعادة الواصل. إبراهيم سعادة الوافد من المحرق البحريني في فترة الانتقالات الصيفية. وهنا قحطان كثير. قحطان في النجف يا معلق المباراة. قحطان في النجف وخسر قبل قليل أمام زاخو. مرتضى هديب بديلا في هذه اللحظات. ونيتو أكرا المهاجم البرازيلي حاضر أيضا. تغييرين في آن واحد. لا والله، هذا جيفرسون باهية الذي طالبت به قبل قليل الآن سيشترك في هذه اللحظات. إذن جيفرسون شاهدت جيفرسون وشاهدت مرتضى هديب. مرتضى الواصل من الكهرباء العائد إلى هنا مرة أخرى مع رحلة جديدة ورفقة جديدة للسيد والي كريم. إذن محمد رضا جليل يغادر. مرتضى هديب هو البديل. عباس بديع يغادر وجيفرسون باهية هو البديل. هكذا هي التغييرات الآن. تغييرين في آن واحد. جيفرسون يواجه فريق السابق في هذه المباراة. وهنا كرة طويلة تلعب إلى الأمام. عملية استلام خاطئة من رضا عبد العزيز وفرصة إلى أموري فيصل. كان من المفترض التفكير بعبد الإله. أبناء فيصل في مباراة اليوم، أموري فيصل وعبد الإله فيصل، هما ليس شقيقين. في كرة ستلعب الآن. نقلة إلى الأمام. عملية التقدم. مارادونا في كرة. كلاوديو يسجل. يريد أن يعيد هدف الجميل في مرمى الغراف في هذه المباراة. هل يفعلها كلاوديو؟ هل يسجل؟ لا زال الأمر من دون أهداف أيها الأحبة. هذه كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب وهنا لاعب آخر يعاني من إصابة. سلامات لعلي خليل. الوصول لمروان حسين. الإصابات تلقي بظلالها على فريق القرمة في هذه اللحظة، أو عفوا على فريق نوروز. لاعب جديد يعاني من إصابة وبديل جديد جاهز للدخول. جماهير تتفاعل إلى الآن، لديها أمل بتحقيق انتصار. لقطات دائما وأبدا على الجماهير الحاضرة. كرة في الخلف. يستمر اللعب. ربما يستبدل علي خليل في الدقائق الماضية. يعود إلى أرضية الملعب. الفريق دائما ما يحاول أن يقاوم من أجل البقاء متعادلا على الآخر. نقطة من القرمة ثمينة جدا صدقوني. هنا كرة هالو في تقدم إلى الأمام. أموري فيصل. نقلة. عملية تقدم إبراهيم سعادة في كرة الآن. كلاوديو. محمد دلور يحاول في لقطة وفي كرة ونقلات مستمرة. إيسايا أحمد
يبحث عن زميل في الخلف. يوشوا نيجيري مع نيجيري، في كرة في الخلف عند جيفرسون، دائما وابدا يحاول البحث عن زميل. ثالث اقوى خط هجوم القرمة الى الان متعادل سلبيا، ورابع اكثر الفرق تعرضا للخسارة بعد القاسم والنجف والكهرباء. نوروز الى الان صامد ومتعادل، لا زالت الامور سائرة بين الفريقين. الوصول الى النقطة 14، الهدف المنتظر، المباراة السابعة في هذا الملعب لنوروز. عملية لعب الكرة في الخلف، هلو، ضغط من احمد، يحاول الحصول على مخالفة، كرة غادرت، لا زالت الكرة في ارضية الملعب. لم يعتمد الخروج بالكامل حكم المباراة المساعد في هذه اللقطة. هذه كرة عالية، الرأسية حاضرة من جانب ميريسيتش إلى خارج أرضية الملعب. سلامات للصربي، لا يحتملون تغيير جديد. هذا ميريسيتش، سيبقى هنا فريق نادي نوروز ليواجه ديالا في الجولة القادمة. لاحظ أبعد الكرة وسقط ميريسيتش. إذن رضا عبد العزيز هل يعاني من شد؟ لؤي العاني في هذه اللحظات مع عمر عبد بجباس. أسماء قادمة في الدقائق القادمة. عبد الإله فيصل يغادر أرضية الملعب. عمروش، هل هو الأمل بعد مغادرة عبد الإله وسجاد جاسم؟ لا زال يحافظ على تياغو. هنا كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، يدفع بكل الأوراق مدرب القرمة في هذه اللحظات علي الخليل. غادر إبراهيم محمد رؤوف يشترك في هذه اللحظات. هنا عملية تقدم، الفرصة عند إبراهيم، يتقدم في كرة، يصل إلى الأمام، يحاول فيها، ينتظر زميل، لكن سعادة في آخر لحظة تدخل وأبعد الكرة. لقطات وكرات. الحايك في كرة على الطرف، لا زالت والمحاولة إلى رمية جانبية لفريق نوروز في هذه اللحظات. هذا البديل إبراهيم محمد رؤوف يعود إلى هنا، ذهب في رحلة إلى البيشمركة وعاد في الموسم الماضي إلى نوروز. لعب كان مع ولي كريم في الدوري الممتاز. إيسايا، الكرة تلعب إلى مارادونا. محمد دلاور في الانتظار، لا زالت الكرات والمحاولات، وهذه واحدة، الرأسية والإبعاد يأتي الآن. رأسية وإبعاد. دلاور، مرتضى ديب ينتظر. دلاور إلى مارادونا، حاول الخروج بالكرة، لا زالت المحاولة عند لاعبي القرمة في هذه اللحظات. فرصة ومحاولة عند مرتضى ديب، سدد كرة ولكنها عادت مرة أخرى. الحايك يحصل على مخالفة، ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة لمحمد الحايك في هذه اللحظات. لا زالت الجماهير تتأمل، تنتظر. إذا حدث تعادل فهو التعادل الثاني لنوروز في هذا الموسم بعد التعادل في مباراة الميناء. هل من مزيد؟ هل نشاهد أهداف أم أن القرمة قادر على الانتصار؟ دفع بعمروش ولؤي العاني. بينما كرة عند محمد الحايك،
اللبناني كرة تصطد وتعود مرة أخرى. هل في كرة؟ هل في جول؟ ضاعت على أبناء السليمانية، ضاعت على نوروز في هذه اللحظات. مرت على هذا الرجل جيفرسون سيلفا الذي لعب كرة من خلالها محمد الهايك واصلة لهذا الرجل، لكن لم يستغل الموقف. سلامات لأموري فيصل. يعود لاستكمال المباراة أموري. هنا إبراهيم محمد سامي، محمد رؤوف عفوا. بينما كرة ستلعب من خلال محمد حميد فرحان في هذه اللحظة. فرحان رأسية واصلة من دفاعات القرمة. هنالك الإبعاد يأتي وتدخل آخر. هل الحل عند عمروش؟ كرة لا زالت كازورا ينتظر حلول، والمحاولة إلى سعادة في وسط الملعب. تدخل على إبراهيم سعادة يعطي رمية جانبية. حكم المباراة مخالف. هذا رواء، مباراة كبيرة لرواء. ضربة حرة مباشرة لإبراهيم سعادة. الأردني يحصل على مخالفة للنشمي لسعادة في هذه اللحظات، في ثاني محطات سعادة في دورينا. الأولى كانت مع فريق الزوراء، والآن مع القرمة. إذن ضربة حرة مباشرة. الآن تقدم لاعبي القرمة، تقدم المدافعين، ومحاولة. هل نرى من خلالها الهدف الأول، هدف الانتصار؟ هل يأتي من هذه الكرة عالية من ماكنزي؟ الرأسية من طرقات. الله! في المرمى جول، والهدف الأول عن طريق عمروش يأتي الآن في هذه اللحظات. يسجل القرمة. الصقور تحلق عاليا في السليمانية، ويضع عمروش هدف الفوز في المباراة، وفي لحظة صعبة وفي توقيت صعب. هنا أفراح القرمة، هنا الاحتفالات، وعمر عبد مجباس ينجح في وضع الكرة في المرمى، ينجح في وضعها في الجول. وابن الفلوجة ابن مدينة الجوامع يضع الكرة في المرمى في هذه اللحظات. عمر عبد مجباس البديل الناجح ينجح في وضع الكرة في الشباك. لاحظ العرضية من ماكنزي، الرأسية الأولى من طرقات على طبق من ذهب إلى عمروش، وقدماه لا تخطئ المرمى أبدا. لاحظ الكرة وصلت لمن لا تخطئ قدماه المرمى، وبالتالي يضع الكرة في الجول. وإلى الصدارة يذهب الفريق البرتقالي. صقور الغربية تحلق عاليا بعيدا في القمة وتأخذ الصدارة من الإمبراطور. ان تمت المهمة في مباراة اليوم. فرحة كبيرة. هنا محاولة الرد، محاولة التعديل. الكرة التي لا زالت الحايك يلعبها عالية، واصل رأسية إلى محمد حميد. محمد حميد فرحان تصل إليه الكرة الأخيرة، وبالتالي الكرة في أحضان حارس المرمى. محاولة للخروج للمرة التاسعة هذا الموسم بشباك نظيفة من محمد حميد. يلعب الكرة طويلة، وصلت إلى الأمام. الرأسية حاضرة في الخلف. سعادة في كرة. أموري فيصل. لؤي العاني يحاول العودة إلى الخلف. الآن الحيازة على الكرة. هالو في كرة إلى لؤي. سيفضل العودة دائما وأبدا إلى محمد حميد. نعم، يلعب الكرة باتجاه اللاعب محمد حميد حارس المرمى. ميريتشيتش في الوسط. هديب أخذ انذار أصفر في لقطة التدخل. جيفرسون مع الحايك
في كرة إلى إيسايا، يلعبون الكرة، أين مارادونا؟ هذا مارادونا، راح الغوريلا، تقدم ضربة حرة مباشرة الآن، ضربة حرة مباشرة وكرة ثابتة. هل من الممكن أن نشاهد هدف التعديل؟ مباراة مشتعلة، دقائق جميلة ومجنونة، ومن الممكن دائما وأبدا أن نرى الهدف في هذه المباراة في آخر اللحظات. كان لابد للقرمة أن يقولوا كلمتهم، وهنا نشاهد ونتابع ونلاحظ الكل يترقب وينتظر، ومحمد حميد يعطي التعليمات للجدار البشري في هذه اللحظات، في هذه الدقائق. هل يصمد القرمة مع هذا التقدم؟ هل يصمد القرمة ويصل إلى صدارة؟ إذن إربيل يتراجع إلى المركز الثاني مع هذه النتيجة، وبرازيلي من بلاد السامبا الآن يقف على تنفيذ ضربة حرة مباشرة. هل يركنها في المرمى؟ هل يضعها في مرمى محمد حميد؟ هذا عمروش، عمر عبد بجباس ينطلق ويتألق ويسجل، بينما كرة الآن المحاولة عند مارادونا، يلعب الكرة في المباشر إلى خارج أرضية الملعب. 7 دقائق وقت مضاف يعطي حكم المباراة، يندب حظ مارادونا على ما يجري. لاحظ الكرة التي لعبت من كلاوديو، كان يراها ذاهبة إلى المرمى مباشرة، لكنها فاجأت مارادونا وفاجأتنا وذهبت بعيدا إلى خارج أرضية الملعب. محمد حميد فرحان يلعب كرة عالية، الرأسية حاضرة في هذه اللحظات. إيسايا في كرة في الوسط، عملية لعب الكرة من ميريتشيتش، يلعب الكرة أحمد في الوسط إلى القرمة مرة ثانية. جيفرسون يعود إلى الخلف، هنالك إبعاد للكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية في هذه اللحظات. الهدف واحد دائما وأبدا، قمة الموسم، الصدارة في هذه اللحظة، والصدارة عند القرمة أيها الأحبة، إلا إذا ومحمد حميد يغطي على إلا إذا. وصلت مباشرة إلى حارس المرمى، يلعب كرة طويلة محمد حميد في نقلة عالية، الرأسية حاضرة، وصول في هذه اللحظات. كرة لصالح نوروز، تلعب في الأمام، لا حلول، لا حلول لفريق نوروز حتى الآن. إبعاد من جانبي أنور طرخات. الجماهير بدأت تغادر غاضبة غير راضية أبدا عن نتيجة المباراة، عن ما يجري. وإلى الآن كما قلت لكم أيها الأحبة نسير على 1-0 على أمل انتصار جديد يضاف إلى انتصارات القرمة هذا الموسم، مستغلا تعثر المتصدر أربيل قبل أن يعود إلى ملعب الجولان ليضيف الكرخ، فريق آخر منافس على القمة. ضربة حرة مباشرة، تخيل عزيزي المتابع، الصدارة للقرمة إلى الآن 32 نقطة، أربيل 31، الشرطة 29 في المركز الثالث، القوة الجوية 28 وإمكانية الوصول إلى النقطة 31 إن حقق الانتصار، الطلبة في 27 وإمكانية الوصول إلى النقطة 30 إن حقق الانتصار أيضا في مباراة اليوم أمام ديالا. هذه كرة عالية للتعديل، لقطة البقاء، لقطة الصدارة. تحية كبيرة من الجميع إلى الذي رفض أن يعطي الصدارة، إلى الذي رفض أن يتنحى عن القمة. لاحظونا الكرة عند مارادونا، المحاولة عند كلاوديو، وكرة عالية من جديد، وصول جديد إيسايا، والمرتد الآن الكونتر اتاك، لكنه روى واحدة على الطرف الآن. لا زال الأمل، يبقى الأمل، من أجل الأمل إلى أين إلى أين وبماذا كنت تفكر؟ هذه كرة ومحاولة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت
الكرة الأخيرة أخفقت القلوب، وهذه يا جيفرسون أي كرة ضيعت، وماذا جرى؟ ماذا حصل مع هذا الفريق؟ هنا العتاب وهنا الذي ضاع. حقيقة ما ضاع كان من الممكن أن يكون فيه التعديل، بديل جديد. تياغو وهالو، مؤمل عبد الرضا، ومن الآخر؟ هنا كرة تلعب، عيسى محاولة كرة، سيعمل إسقاط حكم المباراة وسيعطي الكرة إلى الفريق الأحمر. كرة في الوسط، عيسى وكرة طويلة من الحايك، عالي المتابعة من حميد دلاوير ومارادونا، والكرة غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. هكذا الراية من المساعد، غادرت أرضية الملعب مع غضب، يشتد الغضب في هذه اللحظة. إبراهيم سعاد، أيضا محمد الباقر كريم يشترك في هذه اللحظات أيضا. دقائق ويكون الفريق القرمة في صدارة الموسم، في صدارة الدوري. هذه المباريات من الممكن أن تعبر من خلالها، لكن مباريات القمة هي التي تعطيك اللقب، هي التي تجعلك البطل. هنا ولي كريم يطلب الإبعاد. هل غادرت أم لم تغادر؟ هل غادرت أم لا؟ راية المساعد ماذا فعلت بنا؟ إلى أين أخذت بنا؟ هنا الكل يترقب، هل هنالك ركلة جزاء في اللقطة؟ في الحالة تقنية الفيديو تتأكد. كابتن الفريق محمد دلاوير يتحدث مع مهند مناف في هذه اللحظات. هنا حكم المباراة في انتظار النداء، كرار عامر دلاوير. الكل يقسم في أرضية الملعب، الكل يقسم ولا يدري حكم المباراة أيهما الأصدق ويذهب مع من، لكن هو سيذهب مع جواب يأتيه من تقنية الفيديو. ماذا هناك؟ ينتظرون. مهند مناف في خطاب مع ليث فرحان، إلى أي قرار سيذهب الحكم؟ حكم الوسط مارادونا، والكل يتحدث الآن. رفعت الراية واعتمد قرار مساعد أم ماذا؟ مساعد كان رافع راية وكان يعلن عن خروج الكرة. هل غادرت؟ سؤال يطرح على حكام الVAR. هل غادرت الكرة بكامل محيطها أرضية الملعب؟ إن كان نعم نذهب مع قرار المساعد، وأن لم تغادر سندخل في نفق صعب وعر. ركلة جزاء، من الممكن العودة. يلا يا محمد حميد، نواصل مع مساعد الحكم القرار. مهند مناف يطلب من محمد حميد المواصلة. كلين شيت للمباراة الثامنة، هكذا هو حصيلة حميد في هذه المباراة. إذن يعطي الإذن بالتنفيذ. هنا الكرة العالية من عامر صعب الهدف، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. سلامات لعمروش. كلين شيت تاسع لمحمد حميد. مع ذلك كلين شيت. سلامات لعمر عبد بجباس، خرج في مباراة القاسم والنجف والغراف، زاخو، الميناء والكهرباء والزوراء ودوك. 8 مباريات خرج بشباك نظيف. هذه لقطة مغادرة الكرة، لاحظ هنا غادرت بكامل محيطها أرضية الملعب. الجدال كان على هذه اللقطة، وهذه الكاميرا أعطت الجواب. وضع اللعب لا زال متوقف.
نوروز في انتظار خسارة جديدة. هذا جيفرسون الذي كاد أن يضع التعادل. خسارة العاشرة في الطريق، والانتصار العاشر أيضا في الطريق. بطاقة صفراء يعطيها حكم المباراة على جيفرسون في هذه اللحظات. إذن مباريات الجولة القادمة في هذه اللحظات. إذن محاولات والكرات لا زالت دورانها متوقف. هذه الكرة عمروش يغادر أرضية الملعب. لاحظ مواصلة اللعب. جيفرسون كازور الإسباني يضع انتصار جديد حتى الآن. هنا كرة تقطع. يوشوا مدافعين نوروز. حديث كبير عن المدافعين، عن الله المدرب السيد ولي كريم. مرتضى هديب في كرة عند جيفرسون. كرة في الأمام. محمد حميد يغادر مرماه. هنا الإبعاد واصل إلى إيساياه. مخالفة حاضرة عن ماذا؟ لا شيء يقول حكم المباراة. هذا جيفرسون. كرة عالية. هنا لعب الكرة عند محمد الحايك اللبناني. خط دفاع محترف. وهنا الكرة عند مارادونا، لم يعطي إضافة محمد الحايك. وهنا وصلنا إلى الدقيقة 100. إيسايا إلى الحايك. وين يا الحايك وين؟ وأيها الأحبة أيها المتابعون، هنا حكم المباراة السيد مهند مناف يطلق الصافرة معلنا عن نهاية هذه المباراة بانتصار القرمة على نوروز. انتصار ثالث في ثالث لقاء يجمع الفريقين في دوري نجوم العراق في موسم جديد ولقاء جديد. مبروك للقرمة، هارد لك لنوروز، مبروك الفوز والصدارة للصقور الغربية، هارد لك لأبناء السليمانية على أمل التعويض في قادم المباريات. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه وحتى لقاء جديد.